الحياه اللي افتقدتيها؟ عن الحضن، عن الدفع، عن الود. جدا. لانه ده حتى ما كانش حاصل، فقلت اكتر حاجه ممكن اضمها بامان هي ابني او بنتي. انت مع اولادك بتحضنيهم بتدفيهم وهم بيدفوكي؟ يحضنوكي. طب فين العذاب النفسي؟ يعني ليه بقى بتروحي الدكتور نفساني لما انت ذهنك حاضر وخلفتي عشان تحضني ولادك وهم يحضنوكي ويلموكي في ألم ما بيعوضوش الولاد، او في مشاعر. ألم الحبيب السابق ولا ألم الزوج الهرم ولا؟ لا، ما هو يعني هكون صريحة شوية، ما فيش واحدة ست بتتجوز وتجرب يعني تحرك فيها مشاعر ما كانتش بتتحرك قبل الجواز وبعد الجواز اتحركت وفجأة بطلت، ما بتحسش بألم. فده زي تقريبا اللي بيتعاطى دواء او مسكن او حاجة وبعدين بيسيبه بيبطل. فطبعا الولاد بالظبط الطفل ما بيديش ده خالص في العلاقة مهما حضنت، لانه مش كبير ومش قادر على العطاء الكامل، ولانه مش بس كده، في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة ما ينفعش ان الطفل يعوضها. تمام. ما ينفعش. تمام. ودي فيها خلل، وخلل واضح. ده خلل جامد يعني. حاولت طيب ممكن انا زي ما حضرتك قلتي في الاول، ممكن اقول ان انا مش مصدقك، وان هو لو جه هنا يقول لا ده مش انا اللي عندي الخلل، ده هي اللي عندها الخلل. هي كانت بتحب غيري قبلية وبالتالي مشاعرها مش معايا، وبالتالي بحس ان انا كأني نايم مع واحد صديقي الكلام ده انا بسمعه كل يوم في العيادة. لا الحقيقة، لان انا لسه كنت هقول لحضرتك انا حاولت معاه بكل الطرق اني اكون حاضرة واكون متواجدة واكون بمشاعر. كموديل؟ لا مش كموديل. لا مش كموديل. كزوجة؟ كزوجة. واترفضت بعنف اكتر مما كنت اتخيل. اعتبر ان ده انحطاط اخلاقي، ازاي زوجة تطلب، وازاي زوجة تقول انا عايزة، وازاي تقول انا بحس او ما بحسش، ازاي يعني. ده بالنسبة له وصمة عار يعني. الزوجة معناها تقول طيب وحاضر ونعم وبس. فاعتبر ده زي الجريء. اعتبر ده شيء صعب، فرفض بقى يعني قال ما فيش خالص بقى. يعني ملوش لازمة يعني. هجر. هو مش هجر، هو من هنا بدأ التعذيب بقى، ان هو يبعد ويقرب. ما يرسكيش على حال. مش بس كده، انه يعذب، يقول ده موجود بس مش هتقوليه. فهمت. وبدأ يعمم ده بعد كده في احتياجاتي العادية. يعني ان عوزت فستان، لا ان عوزت فستان يجيب لي جيبة. ان عوزت طرحة يجيب لي منديل ايد. بقت حاجة بالنسبة له، اي حاجة انا احددها تحديدا تبقى زي لعبة القط والفرق. نيجي في الفلوس، عايزة 100 لا 50، عايزة 10 لا يبقى 5. بيساومك ويلخبطك. يعمل لك تشويش. المشكلة فيا ان انا كنت بقبل اي حاجة منه، كنت بقبل. رجعنا تاني الكلمة انت مش حباها، دور الضحية. ضحية بتقبل. لا برضو انا مش مقتنعة بيها. انا تعذبي الألم، تقبلي، ما بتقاوميش. لا انا بقبل لحاجات في نفسي بس ما اقدرش اقولها دلوقتي. يمكن مع الوقت اقولها لحضرتك. بس القبول ده عزز عنده ان هو يستمر في سلوكه المدمر للزواج. هو شافها غليله، لانه في فرق اجتماعي بيني وبينه، فدايما كان حاسس. دي نقطة تانية خطيرة في مسألة الجواز. لو نتكلم عن الزوج نفسه، هو يمكن قالت حاجة تستوقفنا، انه هي مثلا تبقى محتاجة حاجة او عايزة حاجة، فهو يتعمد انه يجيب لها حاجة تانية. ده سببه ايه؟ هل هو بيحاول انه يأذيها، يأذي مشاعرها، ولا يعني ايه فكرة انا اقول لحضرتك عايزة كوباية مية فتجيب لي هو متضايق منها، مش قادر يعبر بالكلمات، مش قادر يخانقها، مش قادر يقول لها كذا وكذا 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 ويؤكد ذاته ونفسه، فبالتالي انا عايزة فستان يجيب لها جيب، عايزة 100 جنيه خدي 50. بيذلها، بيبوظ دماغها، بيعمل لها نوع من التشويش الذهني واللخبطة عشان تتمزق. يعني مقصود عشان نعمل تلخيص انه في
ان انت هربتي الى الزواج من مسألة النبذ او الرفض من الحبيب الاول، و نمرة 2 انه في فارق اجتماعي ادى الى انه يبقى في نوع من الحرب المعلنة والخفية، مما ادى الى انه في يشفي غليله بممارسات معذبة. وفي فرق تاني، في فرق في الثقافة والفكر، لان هو فكره محدود وثقافته محدودة. انا عندي كان عندي طموح وكان عندي احلام وبحب اقرا كتير وبحب اما اسمع عن حاجة احب اكمل ادور على فجوة في السن، فجوة في الحضارة، فجوة في المستوى الاجتماعي، الثقافة العامة، الثقافة المباشرة، فجوة انسانية عامة. على العموم ردم هذه اللي هو مسألة محتاجة صبر طويل جدا، واتخاذ قرار الطلاق برضو مسألة مش سهلة، خصوصا في أولاد. فإحنا إن شاء الله في الجلسات الجاية هنناقش ازاي الأهم من ده كله، ازاي تاخدي بالك من نفسك انك لازم تتخلصي من الشوائب الموجودة عشان تقدري تستمتعي بالحياة وتضحكي من قلبك. مش مع ولادي بس، مع الناس كلها. ممكن تقول ان الحل مع يكون ايه؟ انسب الحلول. سؤال صعب قوي. هم اصلا دلوقتي مش مدين فرصة للحل، هو هربان بره مصر وعايش حياته وبيتونس بمباريات كرة القدم، وبيتونس زي ما انا كتبت في مقالة اخيرة لي عن الاب حبة اللقاح باماكن الديكور اللي تشبه مصر، واستبدل حياته كلها بحياة اخرى، وبيجي ضيف كل سنة. فاذا المسألة معقدة ومركبة. ما اقدرش اقول للناس دي اتطلقوا وهم عندهم 3 عيال، ما اقدرش اقول لهم استمروا يعني. فهو انا نفسي بس ان هم يدوا لنفسهم. على فكرة كل واحد فيهم قافل باب الحوار. يعني لو سألتيها هي تقول لك يوه يا ما رحنا للدكاترة، يا ما يمكن مع احترامي الشديد ما رحتوش لمعالج نفسي او متخصص في العلاقات الانسانية فهم قوي وعنده فكرة كبيرة عن الزوج، وبالتالي لما هيقعد مع الاثنين هينجح. يمكن او ما ينجحش وخلاص، يعني كل واحد يروح لحاله بقى. فهنا اول الاشياء وانا عملتها ان هو يحصل تحليل نفسي وتفريغ تام لكل الشحنات السلبية والطاقة الانفعالية المضرة والمزعجة في حياته، وعندما تتخلص من تصبح انسان على فكرة اكثر هدوءا، البسمة تبان والغضب يقل وملامح التجهم تقل. بكده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من افتح قلبك. اتمنى ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم. لو حابين تتكلموا عن اي موضوعات في الحلقات الجايه يا ريت لو تبعتوا لنا على الايميل ادرس اللي هيظهر لكم على الشاشه دلوقتي ورقم الفاكس، ونشوفكم الحلقه الجايه.